لما بيفشل اي احتلال عسكري في تحقيق اهدافه بالمحافظه على الاراضي اللي سرقها، بيلجأ لوسائل خبيثه وغير قانونيه لتحقيق مكاسب اكتر على الارض دي. ورغم انه احيانا بعد هزيمته عسكريه وفقدانه القدره على المواجهه، بيظهر نيته على انهاء الحرب دي والانسحاب، الا انه بيرجع وبيحاول بكل الطرق انه يفرض سياسه الامر الواقع على الارض، فيسيطر على حته ارض ويزيف ليها تاريخ ويحاول يثبت لنفسه احقيه ولو 1% فيها. انا محمد عرفات، والنهارده هنتكلم عن المستعمرات اللي حاولت اسرائيل تبنيها في سيناء بعد نكسه يونيو 67 ولحد تسليم سيناء بالكامل سنه 82. من بعد النكسه لحد الانسحاب ولمده 15 سنه كامله، قدرت اسرائيل وكمحاوله منها انها تثبت لنفسها حقها في الارض، انها تبني حوالي 12 مستوطنه على البحر المتوسط وعلى البحر الاحمر. كل ده ليه؟ عشان توسع حدودها الفعليه. وحسب وثائق بريطانيه نقلتها BBC، فان سيناء تعني للاسرائيليين اشياء كثيره جدا جدا جدا، وانها ملعب مترامي الاطراف لجيش الدفاع الاسرائيلي، وحلم سياحي وذخيره طبيعيه ومشروع زراعي، وهي ايضا التقاء نقطه الطبيعه مع البدو. وفوق كل ده هي امتداد طبيعي لحدود اسرائيل الضيقه، فبيديها متنفس طبيعي لارض اوسع. فبالنسبه لهم امنيا، فالتقرير قال ان اسرائيل بررت احتلالها لسيناء بحرمان العدو اللي هو احنا يعني من استغلالها في الهجوم عليها او خنق وصول اسرائيل للبحر الاحمر. وعشان كده بعد ما فرضوا السيطره ونشر قواتهم شرق القناه، بنوا بارليف عشان يمنعوا اي امل لمصر من هي تشم ريحه سيناء، واعتبروا ان سيناء خلاص جزء لا يتجزا من ارضهم الكبيره اللي طول عمرهم بيحلموا بيه. ورغم وقف اطلاق النار سنه 73 واتفاقيه السلام سنه 79 اللي عليها تم الاتفاق بسحب القوات الاسرائيليه بالكامل من سيناء سنه 82، الا ان اسرائيل مطلت ورفضت تسليم بعض الاراضي بحجج فارغه طبعا، وموقفوش بناء مستوطناتهم، بل انهم شجعوا هجره الاسرائيليين ليها من اوروبا بقى وامريكا والداخل الفلسطيني المحتل. وكان من ضمن المستوطنات دي مستوطنات جميله جدا هنتعرف عليها دلوقتي. في 79 وفي نفس السنه اتفاقيه السلام، اسرائيل قررت انها تبني لنا فندق جميل جدا في طابا، اللي هو حاليا شتايجنبرجر طابا، وكانوا بيعتبروه احد اشهر واجمل مناطق اسرائيل السياحيه، وده اللي خلاه يكون احد الاسباب في تمسك اسرائيل تمسك مش معقول بالمكان ده. الا ان الدبلوماسيه المصريه قدرت انها تخوض حرب تانية فعليه في المحاكم الدوليه، وقدرت تثبت حق مصر في طابا، وتم الانسحاب الاسرائيلي ورد الارض لمصر ورفع العلم المصري 19 مارس 89، يعني بعد اتفاقيه السلام ب10 سنين بحد. واللي يشوف مشاهد الانسحاب والدموع والناس بتعيط بحرقه مش عايزين يسيبوا الارض، وده اللي وثقه استاذ سمير الصادق المصور الصحفي اللي وثق اللحظه دي في لقائه لمصر اليوم. قال ان الناس منهم طلعوا فوق الجبال وقعدوا يتظاهروا وزعلانين وقعدوا يرموا كاوتشات مولعه على الناس، لكن في النهايه غاروا مع اللي غاروا. نيجي بقى لمستوطنه عوفيره، دي ليها قصه جميله جدا. سنه 1969 تم استيطان منطقه عوفيره عشان تستوعب 500 عائله من عائلات الضباط الاسرائيليين كشاليهات، كانت مبنيه على شكل مدرج عشان لو حصل هجوم او حاجه يقدروا ينطوا من فوق البيوت بسهوله، وكان من تحتها محفور خنادق كتير. مش بس كده، ده بعد نصر اكتوبر جم بعديها بكام سنه وبنوا مطار في منطقه عوفيره. الكلام ده كانت سنه 76، يعني بعد 3 سنين من الحرب، على اساس ان هي ارضنا وكده ونبني مطارات زي ما احنا عايزين. المطار ده حاليا هو مطار شرم الشيخ الدولي، ومساكن عوفيره موجوده الى الان واسمها مساكن اليهود، وساكن فيها موظفين حكومه حاليا. خلينا نرجع لورا شويه بقى سنه 1917، واثناء الحرب العالميه الاولى كونت في فلسطين شبكه تجسس يهوديه تشتغل لصالح المخابرات البريطانيه ضد الدوله العثمانيه، اسمها مجموعه نيلي. كان من ضمن افرادها فرد يهودي اسمه افشالوم فايندر. افشالوم هو مسافر من فلسطين لمصر في رحله تجسسيه، قفشوا واحد من بدو سيناء وقتله. الكلام ده كان فين؟ في الشيخ زويد. وبعد احتلال سيناء في 67 تم اكتشاف جثته من قبل الاحتلال، وتم بناء مستوطنه هناك سموها الاول سادوت، بعدين سموها يدعون، بعد كده اطلقوا عليها اسم مستوطنه افشالوم، واتكلوا على الله بعدها واتطردوا بعد كامب ديفيد. طبعا بجانب مستوطنات كتيره زي نفيوت اللي هي نويبع، زهاف اللي هي دهب، تفضل مستعمره يميت هي الاقرب لقلبي. يميت يعني عروس البحر بالعبري. لؤلؤه رفح اللي كانت بتبعد عن يافا 100 كيلو، يعني زي بالظبط من القاهره للسخنه كده. يكفيني ان اقول لك ان صاحب فكره انشاء مستوطنه يميت هو موشي ديان نفسه، واللي كان شايف فيها انها هتكون مدينه اسرائيليه غايه الاهميه، واللي كان بيقول ان الحدود مش بس الحدود اللي على الخرائط، لكن اللي اترسمت من خلال انشاء المستوطنات. عشان كده لازم نبني يميت. ويميت اللي كانت بتعتبر امتداد لقطاع غزه داخل سيناء المصريه، واللي كان ده احد اهم اسباب بنائها وهو تطويق قطاع غزه. وامعانا في السرقه والتزوير، يميت بداوا يشتغلوا فيها سنه 75، يعني بعد سنتين من نهايه الحرب ووقف اطلاق النار، ورغم توقيع اتفاقيه فض الاشتباك سنه 75 واللي فيه ان اسرائيل تنسحب من كل الاراضي والمستوطنات اللي عملتها جوه سيناء. قالوا لا احنا بقى نلحق نكمل المستوطنات عشان لما نيجي ننسحب يلاقي في ارض نعرف نتفاوض عليها. ويميت كانت مصممه ان هي تشيل 1500 اسره،
لو تفتكر عفيره احنا كنا بنتكلم في 500 وحده سكنيه فقط، لكن يميت 1500 وحده، منهم 185 كانوا جهزوا بالفعل. لا وايه، كانوا مخططين بقى انه يبنوا بقى حضانه اطفال ومدرسه ابتدائي ومول تجاري، علشان بحلول سنه 76 يكون مع يميت 4 مستوطنات كاملين. ونظرا لاهميتها عند الاسرائيليين فكانت يميت هيبدا يسكن فيها افراد عسكريين مع اسرهم ومهاجرين امريكان وسوفيت واسرائيليين من الداخل، بس بمهارات محدده، بمعنى ان اللي هيسكن في يميت مش اي حد، لدرجه ان هي كانت مطلب اصلا لمهاجرين اليهود، اللي هو انا لو ههاجر مش ههاجر غير على يمين. وده اللي خلى وزير الاسكان وقتها افراهام اوفير يواجه مظاهرات لما زار يميت من يهود امريكان سموا نفسهم رواد يميت. مش بس كده، لا ده كان في 15 اسره مستوطنين في بير سبع ما عجبهمش المكان، قالوا اشمعنى احنا، جم تظاهروا هم كمان عشان يقعدوا في يميت. والجميل ان اسرائيل اطلقت مشروع اسمه مشروع جنوب، وده كان بيهدف لبناء 110 قريه ما بين بير سبع ويميت، والمشروع هيتكلف تقريبا 18 مليار شيكل، وعلى مده زمنيه قد ايه بقى؟ من 10 ل 15 سنه، اللي هو احنا قاعدين خلاص احنا اصلا مش ناويين نسيب المكان. بدليل ان وزير النقل الاسرائيلي ساعتها جاد يعقوب بيصرح سنه 76 ان اجراءات المسح شغاله عادي، وهنعمل ميناء جميله جدا على البحر المتوسط عشان عايزينها تكون اكبر ثالث مدينه ساحليه في اسرائيل، وعايزين نوصل سكانها لحوالي 250,000 نسمه بحلول عام 2000. وعلى الرغم من بدء مفاوضات السلام مع انور السادات، واللي كان رافض باي شكل من الاشكال اي مفاوضات في اي مستوطنات، لكنهم استمروا بناء يميت، لدرجه ان اسحاق رابين بنفسه راح زار يميت وافتتح مباني بتتبني هناك. اما داخل اسرائيل ومع انتشار اخبار المفاوضات ما كانش بيتجاب سيره من قريب او من بعيد ان اسرائيل ناويه تسيب المستوطنات دي او حتى تتفاوض فيها. وده اللي خلى المستوطنين داخل المستوطنات قاعدين مطمنين، احنا قاعدين في ارضنا في مكاننا، مفيش اي مشاكل ولا اي خوف. حتى لو حصل انسحاب من سيناء فالاراضي دي اكيد هتكون اسرائيل. طيب ليه اسرائيل رغم انها عارفه ان في مفاوضات سلام انها احتمال تخرج من الاراضي دي قريب، ليه مستمره في بناء المستوطنات دي سواء زمان او دلوقتي؟ بناء المستوطنات بالنسبه للكيان المحتل هو عقيده واستراتيجيه بتهدف فيها السيطره على المناطق وتمهيدها لضمها كليا او حتى جزئيا. هتبني الكتل الاستعماريه دي بهدف الوصل او الفصل، بمعنى انها توصل للمستوطنات المبنيه دي كلها ببعض وتبقى ارض واحده، وفي نفس الوقت تفصل القرى والمدن الثانيه عن اي ارض تابعه ليها زي ما حصل في غزه حاليا. طبعا اسرائيل بتؤمن ان الغزو العسكري لازم يحصل بعده على طول استيطان، وده ليه؟ عشان يحول الاراضي دي لحقوق مكتسبه. احنا ما ضربناش المناطق دي عسكريا بس لا سمح الله، ده احنا بنينا مدارس وعملنا مزارع وحفرنا ابار ولقينا بترول كمان. فايه يا جماعه، ما هي ارضنا اهي. فواحده واحده نستوطن هنا، نخرج نحتل عسكريا حته كمان، ونبني بعدها مستوطنات تاني، وهو في الاخر ما حدش بيتكلم. من الاخر يميت دي كانت مهمه جدا للاسرائيليين، وكانت في راي موشي ديان انها هتكون سداده في عنق قطاع غزه. قطاع غزه اللي عامل لهم صداع من زمان، وبيوصفوه ان طعنه الخنجر في ظهر اسرائيل، وان ده كمان هيوقف تهريب السلاح ما بين بدو سيناء واهل غزه، وده طبعا بحجه ان ده ضروري لامن اسرائيل، لان زي ما احنا عارفين ان هي ليها كل الحق في الدفاع عن نفسها وعن شعبها الطيب ابن الطيبين. فاحنا كده كسبنا ارض جديده حلوه وعلى البحر، وعززنا وجودنا في سيناء وقفلناها على قطاع غزه. اما بقى المستوطنين اللطاف اللي كانوا جوه يميت فكانوا بيحلموا انهم يبنوا مطار في يميت ويعملوا فيها حدائق ومزارع وتتحول لريفيرا الاسرائيليه. يكفي اننا نقول ان الانفاق الاسرائيلي على المستوطنات كان 222 مليون شيكل، نصيب يميت لوحدها كان 88 مليون، يعني حوالي 40% من اجمالي الانفاق. وده طبعا يقول لنا قد ايه هي مهمه بالنسبه للاسرائيليين. بعد 67 وبعد ما بنوا خط بارليف، اسرائيل والعالم كانوا مؤمنين ان مصر عمرها ما هتدخل سيناء تاني. عشان كده لما عبرنا في 73 كان واقع العبور مش هين، اللي هو ايه ده؟ دول عبروا خلاص؟ لا، ده في خطط توسعيه ومدن اتبنت واتصرف عليها وكل ده مهدد بالضياع، ده لا يمكن يحصل. عشان كده اثناء المفاوضات بعد الحرب اسرائيل استموتت على يميت بالذات، وده الامر اللي رفضه السادات بشكل قطعي. وكان دايما اثناء اي اجتماع في الامم المتحده كان مندوب مصر دايما بيوضح وبيعترض على اي موقف او اي مستوطنه بتبنيها اسرائيل داخل اي ارض عربيه. وزير الدفاع الاسرائيلي واللي كان واحد من احد افراد الوفد اللي كان بيفاوض مصر اثناء مباحثات السلام قدم لنا مقترح لطيف جدا، احنا هننسحب ماشي بس هنحافظ على المستوطنين، المستوطنين هيحتفظوا باسلحه دفاعي، الدفاع عن نفسهم بقى. معلش يا جماعه مش سوري، مستوطنينا اللي قاعدين في المستوطنات حياتهم في خطر. طبعا السادات رفض. طيب خلاص، في اقتراح احلى، احنا هنخلي من اول شرم الشيخ لحد العريش ده تحت ايدينا، وهنراقب بقوات، والامم المتحده كمان هتراقب معانا، وخدوا يا سيدي باقي سينا كلها بتاعتكم. طبعا برضه السادات رفض، وشو ده انت دخل قال لك خلاص احنا هنحتفظ بيميت وخدوا سينا، وطبعا برضه السادات رفض. فمناحب بيجي انت دخل قال لك خلاص طب احنا خلاص هنخلي يميت بس اللي هيراقب عليها الامم المتحده بس، ولكن برضه السادات رفض. جوه المستوطنات بقى الناس عماله تسمع في اخبار، فبداوا يتظاهروا اعتراضا، احنا اتنازلنا وجينا المناطق المتطرفه دي بحسب كلامهم يعني وسكناها وعمرناها، وبعد كده عايزين تمشونا منها، this is unfair. فاضطرت الحكومه الاسرائيليه انها تطمن المستوطنين، لا يا جماعه ما تخافوش، اقترحوا مقترح هيحل ازمه المستوطنات في التفاوض.
خلاص يا مصريين خدوا سينا خالص، مش عايزين منكم حاجه يا عم، لكن خلي الناس قاعده في المستوطنات، ويا سيدي ما تتعبش نفسك، هيتابعوا احوالهم الشخصيه في المحاكم الاسرائيليه، وهنحتفظ بس كده بقوات محليه وشويه متحده، ومش عايزين يا سيدي منكم اي حاجه. ومع رفض السادات القاطع للكلام الفارغ اللي بيتقال واللي اعتبرها اهانه شخصيه، ادرك المفاوض الاسرائيلي ان المستوطنات دي هي القضيه الاصعب في المفاوضات مع مصر، فبداوا بقى يخشوا في الصعبانيات قدام الراي العام العالمي. وده اللي خلى مناحم بيجن يطلع يقول ان اسرائيل قامت بالفعل بتقديم حل للسلام الشامل، وبعضها مواضيع حيويه جدا لاسرائيل، ويجب ان يعلم المصريون عدم الاعتماد على الضغط الامريكي في المفاوضات، فلن تدمر اسرائيل منازل المستوطنين، وليس هناك سببا لمغادرتهم بعد ان حولوا الصحراء الى حدائق. وخلي بالك رغم كل المحادثات دي والمماطله دي، المستوطنات شغاله عادي جدا، والمهاجرين بيهاجروا عادي جدا، ولا كان في اي حاجه، لحد ما اتمضت معاهده السلام او كامب ديفيد. وجت اللحظه اللي هو خلاص يا جماعه المستوطنين يسيبوا اراضيهم وسيناء تتسلم بالكامل لمصر. طبعا المستوطنين ابوا مظاهرات جوه المستوطنات انهم مش هيمشوا، وبعضهم هدد بالانتحار، لا لهوي اموت مش قادر مش ماشي، ودي ارضنا مش هنمشي من هنا. والاحتجاجات دي ما كانتش بس في المستوطنات، ده كان جوه اسرائيل كمان، لحد ما جت 81 بالتحديد يوم 6 اكتوبر وتم اغتيال السادات، عشان تظهر اصوات جوه اسرائيل بتقول مات كامب ديفيد، مع تصاعد ضغط اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحده بالتاثير على الرئيس الجديد في مصر حسني مبارك بإلغاء شرط المستوطنات من المفاوضات، وأهمهم كانت يمن. لكن كل المحاولات بقت بالفشل، وتم رفض كل الطلبات اللي بتتعلق بإخلاء المستوطنات من الجانب المصري. والحقيقه ان المستوطنين كانوا قبل ما يخلوا اي مستوطنه كان لازم يدغدغوها، بينهوها عن بكره اديها، بيكسروا البيوت ويكسروا الاجهزه، عملا بمبدا انا لو همشي فخرب على الكل. اما بقى يمين، بعد رفض المستوطنين اخلاءها، تم تنفيذ عمليه من جانب الحكومه الاسرائيليه نفسها اتسمت عمليه اليمامه الحمراء. في 21 ابريل 82 اتحركت قوة تتكون من 20,000 جندي تحت قيادة وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه أريل شارون، وقام باقتحام يمين، وقام بطرد المستوطنين منها، وده طبعا بعد مواجهات عنيفة مع المستوطنين اللي بدأوا يرموا قنابل على قوات الجيش، وده اللي خلى القوات الإسرائيلية تستخدم 50 جرافة و7 طن ديناميت لنسف البيوت وطرد المستوطنين منها، واتسلمت يميت لمصر ورجعت سينا أرض مصر. يميت رغم ان هي كانت حلم للمستوطن الاسرائيلي حكومة وشعبا في اغتصاب وسلب ونهب اراضي مش بتاعته، الا انها برضو كانت رمز لينا بيبين قدرتنا على اجلاء اي محتل وفرض ارادتنا سواء كان بالقوة او بالدبلوماسية. فالاختيار دايما بيكون في ايدينا، اما اننا نسيبهم يبنوا مستوطناتهم في ارضنا، او اننا نخليهم عفيرة ويميت تانيين على دماغهم. نشوفكم الحلقة الجاية. محمد عفو.